السلام عليكم، مرحبا بكم معنا اليوم في فيديو جديد على قناتكم كوتشينا كاميليا. من خلال الفيديو ديال اليوم غادي نحضروا تورته ايطاليا سلطه ولا مالحه. كتجي رائعه وسهله لا في التحضير ولا في المقادير. خليكم معنا ما تمشيو فين. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجوا لثلاثه ديال المقادير لا غير. غادي نحتاجوا العجين المورق في شكل دائري وصلصه ديال المطيشه وفرماج. كما غادي نوريكم غتشوفوا معنا في الفيديو واحد الفرماج اللي واخا كيدخل الفرن ما كيذوبش، كيذوب من الداخل ولكن من برا كيبقى محافظ على الشكل ديالو. هذا الفرماج اللي ما عندوش هذا الفرماج يعني يقدر يعوضوا باي حاجه، ولكن حتى الاخر مثلا حتى كطيب التورته عاد باش يقدر يدير اي حاجه بغا. غادي نوريكم من بعد. هنايا انا خديت العجين المورق ديالي، درت في الوسط ديالو هذا الفرماج، ومن بعد غادي ندير صلصه ديال المطيشه. تقدروا تحضروا صلصه ديال المطيشه باي نكهه بغيتو وديروها مباشره على التورته على العجين المورق. انايا هنايا درت صلصه ديال المطيشه مباشره، ودرت نكهتها غادي نكهها بالزعتر. يعني درت كل شيء في مره واحده يعني في التورته. يعني نتوما تقدروا تحضروا الصلصه بالنكهات اللي بغيتو بوحدها، ومن بعد ديروها مباشره فوق من العجين المورق، ولا ديروا الطريقه اللي درت انا. هي طريقه سهله، انا كنقلب دائما على يعني السهل. كما كتشوفوا معنا انا خديت العجين المورق ديالي، درت فوق منه الفرماج في الوسط، درت الصلصه ديال المطيشه الجاهزه وغادي نزينها بالزعتر كما غادي تشوفوا معنا في الفيديو. هنا غادي نبداو نقطعوه في التورته ديالنا على هذا الشكل اللي كتشوفوا معنا. ومن بعد غادي ندوروا كل طرف يعني جوج ديال الدورات باش نزينوه. من بعد غادي نسمو انا بالزعتر. نتوما عندكم كامل الاختيار في التنسيم ديال هاد التورته، يعني الاذواق تختلف. ومن بعد غادي ندخلوا التورته ديالنا الفرن على درجه حراره 200 درجه. من غادي ندخلوا التورته نقصوا 180. انا دايره الفران من بديت كنحضر فيها، دايره الفران يسخن تقريبا لمده 15 دقيقه، من 15 حتى 20. ودائما انا كنقول لكم يعني الفرن على حسب الفرن ديال كل سيده كتعرف كيفاش طيب في الفرن ديالها. صافي سهله. هذا التورته راه كتجي رائعه كما غادي تشوفوا معنا.
هذه هي التورته ديالنا. من بعد ما كطيب كتجي على هذا الشكل، شكل شمس. بالنسبه لي انا درت هنايا الفرماج. هذا الفرماج كيبقى شاد الفورمه ديالو من برا والشكل ديالو من برا، ولكن من الداخل راه دايب كما غادي تشوفوا معنا. يعني الايطاليين كياكلوا هاد التورته بهذا الشكل، يعني كيحلوا هذاك الفرماج ولا كيقطعوه وصافي، وكيبدا كيخرج الفرماج الداخل ديالو دايب، وكيبداو ياخذوا كل طريف هكا مجموعين على الطبله، وكل واحد كياخذ طريف وكياخذ يعني الفرماج، كياكل كل طرف ديال التورته بالفرماج. راه كتجي رائعه. اللي ما عندوش هذا الفرماج يعني متوفر، يقدر من بعد ما كطيب التورته يخرجها ها في هذيك البلاصه ديال الفرماج، يقدر يدير اي حاجه هو كتعجبو، مثلا موطارد، مثلا مايونيز، كيتشوب، اي حاجه يعني كتعجبو يقدر يديرها في هذه الوصفه. كما كتشوفوا معنا الفرماج راه هو دايم من الداخل. يعني هنا الايطاليين عندهم العديد من الاشكال ديال والانواع ديال الفرماج، يعني لا تحصى. كما كتشوفوا معنا هكذا كتكال هاد التورته. هاد التورته راه الانسان يقدر يحضرها في اخر لحظه، وكتجي يعني زوينه لا في الشكل ولا حتى في المذاق، وهي راه صالحه لاي مناسبه. ممكن الانسان يحضرها في اخر لحظه، وكما كتشوفوا معنا راه سهله لا في الشكل ولا في المقادير. يعني تورته اقتصاديه. كما عودتكم دائما انا كنبحث على التورتات وعلى الوصفات اللي كتكون سهله وفي نفس الوقت كتكون لذيذه وكتكون جميله في المنظر كذلك. ايوا هذه الوصفه ديال اليوم. هذه هي التورته المالحه الايطاليه. كما كتشوفوا كتجي رائعه. الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ما تبخلوش عليا بالخيرات وبالجيم وتعليق باش يوصلكم كل جديد تنشر على القناه، وباش نستمر في اعطاء الجديد والمزيد. والى اللقاء في فيديو جديد على قناتكم كوتشينا كاميليا. انتظرونا دائما الجديد. مع السلامه.